موضوع امام عاشور خلاص انا قلت حجازي خلاص السكه اتقفلت بالنسبه له في المنتخب بعد ما حصل في المعسكر اللي فات. خلاص الموضوع انتهى خلاص. انني سمعت يعني بس مش متاكد، سمعت مش متاكد انه كمان ابدا نني شديد الادب وحجازي شديد الادب، الاثنين مؤدبين جدا عشان حضراتكم تبقوا عارفين ومحترفين جدا جدا جدا. لكن ما سمعته يعني انه نني كمان ابدا حزنه يعني او ضيقه انه ما لعبش، فمن هنا كمان ما بقاش موجود يعني. لكن امام عاشور هدي لك معلومه بمعنى معلومه يعني. امام خرج مصاب المعسكر اللي فات، بس اصابه خفيفه يعني ما كانتش اصابه تقيله يعني. وامام شعر كابتن حسام حسن في التكتيك بتاعه بيبان اللعيب الاساسي من اللعيب الاحتياطي، فامام شعر انه مش هيبقى اساسي يعني مش هيبقى موجود في القائمه الاساسيه، وكان عنده زنه كده في رجليه، فدي مع دي خلاص. والدكتور قال له طيب خلاص يا عم بالسلامه، انت مصاب امشي خلاص طالما انت عايز تمشي يعني. في اصابه ممكن تتحملها او تتحامل عليها، وفي اصابه ممكن اقول لك لا ما تنفعش يعني. ففي نوع من انواع الاصابات كده لا ممكن تستحملها يعني. بالنسبه لامام فضل انه يمشي يعني، هو كان شعوره انه مش في الاساسيين بتوع الفريق. فالكابتن حسام بقى من المره دي قال لك بقول لك ايه بقى، لا اصابه ولا ما اصابه ولا يحزنون، امام مش موجود معايا في الفرقه. لكن السؤال، هل امام مستواه الحالي يؤهله انه يبقى اساسي في المنتخب، ولا هل هو اللعب اللي مجرد ان انا او الاختيار اللي مجرد ان انا بلعب في الاهلي او الزمالك، ولا الافضل انه اللعيب يبقى عنده حوافز ودوافع عشان يعود لتمثيل منتخب بلده؟ انا بتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه، وانا عارف ان في ناس هتزعل مني لانه في ناس كتيره بقى بيغضبوا انا وحد لما يحصل غلط او خطأ او حاجه بتبقى ملحوظه للناس انك تلحق نفسك، وده شيء جيد وشيء جميل. وهذا الامر لا ياتي الا من مكان كبير عظيم مهم، كلام مكان له قيمته، له مكانته، له تاريخه، له حاضره، له مستقبله. هنا بتكلم على النادي الاهلي. ولما تقعد تتكلم على النادي الاهلي الحقيقه مش لاني اهلاوي، طبعا واضح جدا مش لاني اهلاوي، ولكن لانه هذا هو الواقع. تتكلم على اكتر نادي في تاريخ، مش تاريخ مصر حصل على بطولات، بتتكلم على مقار، بتتكلم على نجوم، بتتكلم على مشاريع، بتتكلم على انجازات على ارض الواقع بشكل كبير جدا، بتتكلم على جماهيريه مهوله رهيبه كبيره. يعني النادي الاهلي دلوقتي هو اكبر نادي مثلا في العالم واخد بطولات او اكتر عدد بطولات يعني في العالم، ولا تقتصر حتى على كرة القدم فقط لا غير. انت بتتكلم كمان على كرة اليد وعلى كرة السلة وعلى كرة الطايرة وعلى كرة الماء وعلى الاسكواش وعلى العاب القوى وعلى السباحة وعلى الميني باسكت وعلى حاجات كتيرة جدا جدا للأمانة الشديدة جدا يعني. فهو الأرقام دائما وأبدا هي الأهم، وهي اللي بتقول، وهي اللي بتبقى خير شاهد لما بتيجي تتكلم على الشعبية، بتتكلم على الجماهير، بتتكلم حتى على الاستثمار، بتتكلم حتى على لما بتيجي بتتكلم على انك بتعمل بطولة او مسابقة. خلاص وجود اسم النادي الاهلي كفيل بانه هذه البطولة ستنجح، او هذا الايفنت زي ما بيقولوا عليه يعني هينجح، هيكسر الدنيا. لانه الاهلي دايما بياع، الاهلي دايما هتلاقيه هو اكبر رقم في مثلا في الاعلانات، في الرعايات، في كل حاجه تلاقي الاكبر الاعلى دايما، طبيعي يعني امر طبيعي بحكم البطولات بحكم الانجازات. تتكلم تلاقي عنده مثلا الاهلي في الجزيره، وبعدين الاهلي في الشيخ زايد، وبعدين الاهلي
الاهلي في مدينه نصر، وبعدين الاهلي في الشيخ زايد، وبعدين الاهلي في التجمع، وبعدين الاهلي في الاقصر، مثلا مشروع الاكاديميات، فتلاقي النادي الاهلي بدا مشروع الاكاديميات. هكذا هنا بتبقى القلاع الرياضيه العظيمه الكبرى الرائعه اللي لها جماهيريه، اللي لها شعبيه، اللي ايه يا عم كل المقدمه الفخمه دي؟ لا والله دي مقدمه طبيعيه لما يستحقه النادي الاهلي، يعني هو الطبيعي. لكنه كان القصد من كلامي انه البدايه انه امبارح تم تعيين كابتن محمد رمضان مديرا رياضيا باختصاصات مدير كوره، وانا هقول لكم ما هي اختصاصات المدير الرياضي، يعني لانه ده مهم جدا تبقوا عارفين القصه عامله ازاي في موضوع المدير الرياضي. المدير الرياضي في اوروبا والدول المتقدمه ليه اختصاصات، ليه 8 مهام رياضيه، 8 مهام مهمه جدا. اول حاجه التخطيط الاستراتيجي، عشان ما يبقاش بس كلامي كلام صعب فحضرتك ركز معايا لأنه ده مهم جدا. هو بيضع خطط طويلة الأمد لتطوير الفريق وتحقيق الأهداف. 2 التعاقدات، لأن البعض قال لك هو كده أمير توفيق مشي، لا، هي من مهام المدير الرياضي التعاقدات، الإشراف على عمليات الانتقال والتعاقد مع اللاعبين الجدد وتقييم مواهبهم. 3 التعاون مع المدرب، التنسيق مع المدرب حول الاحتياجات الخاصة بالفريق وتحديد الأولويات. 4 إدارة الميزانية، مراقبة ميزانية النادي، ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات. 5 تطوير الأكاديميات اللي هو الإشراف على برامج تطوير الناشئين وتحديد استراتيجيات اكتشاف المواهب. 6 التسويق والعلاقات العامة، تعزيز صورة النادي والتواصل مع وسائل الإعلام والجماهير. 7 تقييم الأداء، تحليل أداء اللاعبين والفريق وتقديم توصيات لتحسين الأداء. 8 الإشراف على الجهاز الفني، دعم وتوجيه الجهاز الفني في تطوير مهارات اللاعبين. دي المهام اللي بتتطلب يعني مهارات قيادية وإدارية مهنية قوية، وحد يكون عارف كرة القدم والتطور المذهل اللي حصل فيها يعني. عشان كده تلاقي العالم كله بيسعى إلى موضوع المدير الرياضي. يعني مثلا تلاقي مدرب عفوا رئيس نادي لابورتا رئيس نادي برشلونة يقول لك ديكو عمل مهمة كبيرة جدا أنا بشكره. ديكو ده المدير الرياضي. هتلاقي بقى كده موضوع المدير الرياضي ده منتشر في العالم، وهجيب لكم امثله لعدد من المديرين الرياضيين حول العالم اللي هم كانوا من النجوم العظام الكبار اللي ادوا بشكل جيد. طب ايه بقى قصه محمد رمضان؟ اول امبارح بالتحديد احنا مجموعه فريق الشمس في النادي الاهلي برئاسه الكابتن احمد بكر ربنا يديله الصحه وطولة العمر يا رب، بنبقى موجودين مع بعض في كل المناسبات. فكان في زميلنا العزيز دكتور هشام مرسي عنده كتب كتاب بنته، فرحنا لكتب كتاب في القلعه و قاعدين، فكان كابتن محمد رمضان موجود. رمضان حبيبي اصلي خلي بالكم يعني. فقاعدين بنتكلم، فقلت له رمضان شكلك جاي مدير كوره. فبص لي كده اول امبارح يعني. قال لي لا مدير كوره ازاي يعني؟ فقلت له لا الفتره دي بتاعت محمد رمضان. قلت له ده وجهه نظري انا والله كده بكلمه كده، ولا عندي معلومه ولا عندي حاجه ولا محتاجه يعني. فقال لي المنصب اصله، المهم قاعد يلففني ويدخلني يمين وفي شمال كانه الموضوع ده يعني بعيد جدا عنه يعني. فقلت له بص يا رمضان انا شايف انه الوقت ده وقتك. قلت له ده وجهه نظر انا يعني شايف انه الوقت ده وقتك. ليه بقى؟